أنت تقول أنكم تمثلون الأغلبية الصامتة، لماذا؟ نحن الشعب، نحن من قال أنكم أنتم الشعب؟ نحن الشعب، نحن 77% ممن قلنا نعم. نحن الأغلبية. هل أنت يعني منتمي إلى أي تيار سياسي أو جهة حزبية؟ لا والله أنا لا أنتمي إلا لمصر. كم معك من المواطنين من يقول مثل ما تقول؟ ألوف ولو جاءوا بمئات الألوف ولن يجدوا مئات الألوف. كم عدد من يعتدون على المسيرة من المنضمين إليكم؟ لا تستطيع تحديد الأعداد، يعني الأعداد هائلة، ولا منهم من سكان المنطقة، منهم من جاء من بعيد، منهم من أصحاب محلات، منهم من أصحاب مصالح، كلهم وطنيين. لكن أستاذ علي، كيف تمنعون رأيا آخر أيا ما كان هذا الرأي بالمولوتوف وبزجاجات المولوتوف وبالأسلحة البيضاء؟ المولوتوف هذا يأتي منهم، يقولون نحن بلطجية. هم البلطجية، هم الذين أتوا وحاملين معهم. هم كانوا في المسيرة يا أستاذ علي، من اعتدى عليهم هم من يحملون زجاجات المولوتوف. هم ويحملون أيضا سيوف، ويحملون أيضا أسلحة وشفناها بأعيننا. هؤلاء ليس ثوار. نحن صنعنا الثورة وسنحافظ عليها، ولن نسمح لأحد أن يتجاوز هذه الثورة. لكن كنا نقول هذه ثورة ليس لها قائد، استغلوا هذا هم ويحاولون أن يكونوا يركبوا ويكونوا هم قادة. لكن يا أستاذ علي، في هذه المسيرة حركة 6 أبريل وقد كان لها دور في ثورة يناير، وأيضا هناك نشطاء سياسيون معروفون وهم رموز حضروا في ميدان التحرير. هناك من انسحب من هذه الحركة. هم لم يفعلوا شيء، سواء انهم كتبوا في الفيسبوك 25 يناير مظاهرة. هذا كل ما فعلوه. الذي قام بهذه الثورة الشعب، كل كل الشعب هو الذي حمى، وهو الذي نفذ، وهو الذي سيحمي، وهو الذي سيمنع هؤلاء، وليس هذا فقط. وسنذهب إلى ميدان التحرير وننظفه ونطهره من هؤلاء. لم ندع قلة قليلة أصحاب مصالح مدفوع لهم الثمن لكي يعني أنت تدعو الآن إلى يعني صدامات بين فئات الشعب، يعني كيف الشعب كله. هل هذا من دور المواطنين إن هم يعني يشتركوا في مصادمات ضد بعضهم البعض؟ نحن تحملنا المزيد. ما ذنب أصحاب المساكن وأصحاب المحلات التي تعطلت مصالحهم في ميدان التحرير على مدار الأسابيع بل والأشهر الماضية كلها؟ نحن حققنا هدفنا إسقاط نظام وأسقطنا النظام. كان هدفنا الثاني هو بناء دولة كما ينبغي. هؤلاء يحاولون ألا نبني دولة كما ينبغي. هؤلاء يحاولون أن تظل البلد هكذا. هم يقولون نحن قضينا على الداخلية والقضاء ولم يتبقى لنا إلا القوات المسلحة. من وكلكم يا أستاذ علي بمواجهة هؤلاء؟ نحن لا نؤيد القوات المسلحة، ولنا عليها عتب شديد، عتب يصل لحد الغضب، ولكن مصلحة مصر أولا. من وكلكم لمواجهة هؤلاء وإلقاء يعني هذه يعني هذه الاتهامات على هذه الفئة التي ينظر إليها البعض أنها فئة ثورية تطالب بمطالب الثوار؟ لا، هم ليسوا الثوار، نحن الثوار، ونحن نعلم مطالبنا جيدا. ويا أخي العزيز، عندما قمنا بالثورة كنا ننادي بإسقاط نظام. جاءت مشكلة الشهداء لاحقة على ما كنا نطالب به، فهل نتلف أو نضيع ما قدمناه من أجل أن نتحجج ونتلكك؟ أنا بهذه المناسبة أحيي أهالي شهداء السويس الذين عندما شعروا بالمؤامرة انسحبوا من الاعتصام، وأحيي نحن معنا أهالي شهداء يتصدون لهؤلاء. هذه قصة الشهداء، هذه حجة يستغلونها. لكن أستاذ علي، ألا ترى أنكم تزيدون الطين بلة وتزيدون المشكلة تفاقما بهذه المواجهة التي حدثت اليوم؟ يا أخي العزيز، كان ممكن كلامك يكون في محله لو كانوا هؤلاء فعلا فئة من الشعب، ولكن هؤلاء قلة. هل تسمح لقلة أن تنفذ أوامرها وتنفذ تعليماتها على غالبية الشعب كله؟ أين هذا؟ وأين هي الديمقراطية؟ أليس الاستماع لرأي الأغلبية؟ هم كانوا إخواننا، هم لديهم شباب يستغل، هم كلهم ليس هم إذن ماذا كان عليهم أن يعبروا عن آرائهم في أن المجلس العسكري والحكومة الجديدة غير ملائمة لهذه الفترة وأن يجب تغيير أسرع من ذلك؟ يا أخي العزيز، الدنيا خلقت في 6 أيام وكان يمكن أن خلقها بكل. ونحن لا نعول على حكومة مؤقتة. هذه ليس حكومة الشعب، هذه حكومة تسير أعمال وليس مطلوب منها شيء، ولا نحن نريد منها شيء. نحن يهمنا البلد، الحفاظ على البلد. أما من قتل شهيد هل سيفلت من العقاب ولو بعد زمن؟
لن يفلت. هذه عقوبة لا تنتهي بمضي المدة، وأهالي الشهداء يتفهمون ذلك جيدا. هم يشعلون الفتنة، يستغلون هذا الحدث. إذن أستاذ علي، صف لنا طبيعة المشهد الآن عندك. المشهد هناك حشود تتوالى. أنا أنصحهم بأن يذهبوا إلى بيوتهم، لأنهم لن يتغلبوا على الشعب. هذا الشعب، كل الشعب بدأ يتجمع الآن. أنصحهم بأن يذهبوا إلى بيوتهم. نحن شعب، عليهم أن يسمعوا. سنعتبرهم إخوة لنا وأبناؤنا وصغار السن. هم يريدون العودة، ولكن يقولون إن لا يستطيعون التقدم أو التأخر. لا مش صحيح. هناك أسلاك شائكة في الخلف لا يستطيعون المرور أو العودة إلى ميدان التحرير. أنت في الاستديو. هم ذكروا ذلك. من بلغك هذا هم، لكن هذا ليس صحيح تماما. ثق فيما نحن ليس لنا مصلحة، ولا نريد أن نكون مسؤولين ولا أحزاب ولا سياسات. نحن كل ما يهمنا البلد. كل ما يبلغونك به ليس صحيح. لو هم يحاولون بهذه الجمهرة أن يلفتوا نظر الشعب حتى ينزل إليهم ويتحد معهم، وهذا لن يحدث. الشعب فهم من مع الثورة ومن ضدها. هؤلاء ضد الثورة، هؤلاء يعملون عبثا. ما يفعلونه هو عبثا، لن يؤدي ولن يؤخر. نحن كما قلت لك نحمل مسؤولية الشهداء والمصابين في عنق القوات المسلحة والحكومة، وعليها أن تنجز، وسنعطيها الوقت. شكرا لك. الشهداء الذين استشهدوا لتحقيق هذا الهدف، وليس استشهدوا من أجل أن نحن نذهب لندمر هذا البلد. هم استشهدوا أصلا لماذا استشهد الشهيد؟ لكن أستاذ علي كانت يعني أحد شهود العيان ذكرت لنا أن إمام مسجد النور كان ينادي على القوات المسلحة أن تحمي المتظاهرين من البلطجية. هذا ليس صحيح، وليس هناك بلطجية. إذا كان هناك بلطجية فهم. لكن هل استمعت إلى نداء من المسجد أو يا أخي العزيز، هل من مصلحة البلطجي أن يحافظ على البلد؟ هل هناك بلطجي يحاول أن يحافظ على البلد؟ البلطجي يريد يعني أن تحافظ عليها بإلقاء المولوتوف على مواطن آخر؟ لا، هل البلطجي يحافظ على البلد أم من مصلحة البلطجي أن تظل البلد في فوضى؟ البلطجي يلقي مولوتوف على الآخرين. هم الذين يلقون المولوتوف. أنا مش أنت لماذا لا تثق إن احنا أيضا نتحدث الصدق؟ هلا نحن ليس لنا مصلحة. أنا لا أصدقك ولا أكذبك، أنا على الحياد. أنا فقط أريد أن أصل إلى الحقيقة فقط. يا أخي الحقيقة، تعال انظر في وجوه هؤلاء. أقسم لك لم يكن معنا منهم يوما في ميدان التحرير شخص، وكل من نزل الميدان لديه وثيقة ويستطيع أن يثبت أنه نزل الميدان. ليس. شوف الملايين، كل الملايين التي نزلت الميدان كل منها معه سيديها، معه تصوير، معه فيديو. كل من نزل الميدان منذ 25 وحتى انتهاء تحقيق الأهداف كل يستطيع أن يثبت لك أنه كان في الميدان. هؤلاء لم يكونوا في الميدان، هؤلاء قابضين الثمن. يعني كان يا أستاذ علي، أنا ذكرت لك منذ قليل أن في المسيرة اليوم نشطاء كانوا في التحرير، مثل أسماء محفوظ مثلا، مثل محمد عادل، حركة 6 أبريل. يعني يا أخي العزيز، لماذا نتهم هؤلاء؟ يعني لا، هناك عليهم أن يردوا هل قبضوا أموالا أم لا. عليهم أن يجاوبوا على السفيرة الأمريكية لمن أعطت الأموال. يا أخي العزيز، هناك شباب يستغل، هناك شباب حماسي. الحماس شيء والسياسة شيء آخر. لا تتفق أن أكون متحمس أو أكون سياسيا. السياسي هذا عاقل، أما المتحمس هذا يستطيع أن يشعل النار حتى في نفسه. نحن لا نحمل نحن فقط. ومن الأمس كان يجب عليهم أن يفهموا أننا لن نسمح لهم بالوصول إلى المجلس العسكري، ولكن هم جاءوا اليوم ليستفزون أكثر مما حدث بالأمس. هي عملية استفزازية منهم. لماذا لا تتركوا المجلس العسكري يدافع عن نفسه؟ هو يملك كل المقومات لذلك. لا يعني نحن الذين ندافع. يعني المجلس العسكري كيف يترك الأمر مشاع بين المواطنين هكذا؟ ليس مشاع. أنت تستطيع أن تكون مشاع لو هناك قسمة في العدد، ولكن ليس هناك نسبة إطلاقا في العدد. عندما